توبالي محمد البشير، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعيون. طبعا كما تبعتم معنا تنظم وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع الجامعة الملكية للرياضة المدرسية وبتعاون مع أكاديمية العيون الساقية الحمراء البطولة الوطنية في كرة القدم صنف الإناث. هذه البطولة اللي كتنظم على مدى 4 أيام يشترك فيها تقريبا 400 تلميذة من جميع جهات المملكة. طبعا شعار هذه الدورة هو التلميذ والتلميذة من أجل الارتقاء بالرياضة المدرسية. نحن نرحبوا بجميع الوفود الجاية من جميع جهات المملكة ونتمنى التوفيق للجميع. أخيرا نتمنى تكون هذه البطولة وهذا التنظيم في حسن ظن الجميع. هذه الدورة الثانية كننظموها. الأكاديمية والمديرية الإقليمية وفرت جميع الوسائل اللوجستية باش إن شاء الله تفوت هذه الدورة في أحسن الظروف. ومرحبا وسهلا بكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد اللطيف الشرافي رئيس قسم تنظيم المنافسات الرياضيه المدرسيه، الكاتب العام للجامعه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه. مرحبا بمتتبعي قناه المغرب المواطنه. احنا اليوم في اطار استقبال المشاركات والاطر ديالهم اناثا وذكورا المشاركين في البطوله الوطنيه المدرسيه لكره القدم اناث فئه اليو 15 والاي 18. كما كتعرفوا اليوم احنا في اطار تنظيم هذه البطوله بالنسبه للاناث على اساس ان الاسبوع المقبل غيكون تنظيم البطوله الوطنيه المدرسيه للذكور اللي غتكون في جهه طنجه تطوان الحسيمه وبالضبط في مدينه تطوان. كتدخل هذه البطوله هذه في اطار تفعيل البرنامج السنوي الرياضي لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. ومن بين المبادئ ديال البرنامج الرياضي المدرسي لهذا الموسم الدراسي مبدا تكافؤ الفرص. ومن طبيعه الحال هذا الشيء علاش كنلقاو اما بطولات مشروكه فيها اناثا وذكورا واما بطولات اناث وبطولات ذكور، ولكن في اخر الموسم الدراسي يكون عدد التلميذات والمشاركات في مختلف البطولات وعدد التلاميذ المشاركين في مختلف البطولات عدد متساوي من حيث عدد المشاركين وعدد الجهات المشاركه والأقاليم. كذلك يدخل كذلك مبدأ العدالة المجالية. ولا لاحظتوا هذا الموسم الدراسي هذا كان تنظيم بطولات وطنية مدرسية في مختلف المدن المغربية، وبهذه المناسبة كتعطى الفرصة لجميع المديريات الإقليمية من أجل تنظيم بطولة مدرسية أو بطولتين أو أكثر. عزيز بيطار، مفتش مادة التربية البدنية والرياضية بمديرية إفران، رئيس وفد جهة فاس مكناس. أود أن أشكر جميع الساهرين على تنظيم البطولة الوطنية لكرة القدم فئتي أقل من 15 سنة وأقل من 18 سنة إناث بمديرية العيون. كنشكرهم على هذه المجهودات الكبيرة اللي أكيد بأن غادي تساهم في إنجاح هذه البطولة. والبداية بانت من الاستقبال الرائع اللي سهروا الإخوان على الإعداد ديالو، لا من لجنة التنظيم المحلي، من الإخوان المديرية، الإخوان الجامعة. وبطبيعة الحال كنشكر الجميع وكنتمنى التوفيق والنجاح لهذه التظاهرة وشكرا. نظم الفرع الجهوي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية البطولة الوطنية لكرة القدم إناث إي 15 وإي 18، وقد حضرت جميع الأكاديمية الجهوية 12 جهة من المملكة المغربية من طنجة إلى القويرة. وقد حاولنا من خلال استقبال الوفود أن نربط جميع تلاميذ المؤسسات التعليمية بوطنهم المغرب الحبيب، نربطهم بالتراث المحلي للأقاليم الصحراوية. فقد تم الاستقبال بالورود احتفالا بالمرأة في عيدها الأممي 8 مارس، وقد تم الاستقبال كذلك بالموروث الثقافي الشعبي للصحراء من جمل وخيمة مؤثثة بكل ما فيها في بين رمال الصحراء. فكما لاحظتم فلقد استحسن الجميع هذا الاستقبال بمشاركة تلاميذ المؤسسات التعليمية وبتنظيم من جميع القيمين على الشأن التعليمي التعلمي الرياضي المدرسي بالجهة، من مدير أكاديمية والمدراء الإقليميين ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب واللجان التنظيمية، مفتشين وأساتذة وكل ما متدخلين في هذا الشأن الرياضي المدرسي. فقد حاولنا جاهدين أن يرضى الجميع على هذه البطولة. وكما لاحظتم فلقد كان هناك نوع من الفرح والسرور على محيي جميع التلاميذ، وذلك لأنهم تم استقبالهم بنظرائهم من المؤسسات التعليمية بالزي الصحراوي، الملحفة والضراعة واللبن والتمر
إذن العيون كعادتها تتألق في التنظيم. فباسمي وباسم جميع القيمين على هذه البطولة نرحب بالجميع ونتمنى لهم مقاما سعيدا طيبا في مملكتنا العزيزة في مدينة العيون عاصمة الأقاليم الصحراوية المغربية. والسلام عليكم ورحمة الله. سلام حداس، عضو الفرع الجهوي وعضو الجمع العام للجامعة الملكية المغربية الرياضة المدرسية. مرحبا بلغتنا وني بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارتأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقة الحمراء أن تنظم هذه البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم إناث بالعيون، واختارت أن يكون الاستقبال بالطريقة التراثية للمناطق الجنوبية. وكما ترون جميعا أن هناك الخيمة، وهي طرف تقليدي من التراث والموروث الثقافي المغربي المعروف. ثم أيضا كما تشاهدين نحن أيضا لبسنا الزي التقليدي فرحا وابتهاجا بهذه الورود الصغيرة التي أتت عندنا كضيوف، فأهلا ومرحبا وسهلا بهم وللقاء. إذن عطفا على ما تفضل به الأخ، بطبيعة الحال كما تلاحظون بأن استقبال الوفود طغى عليه الطابع التراثي، وهذا يعزى أولا إلى رغبة اللجنة المنظمة في جعل الوفود القادمة تتعرف عن قرب وعن كثب بالموروث الحساني، سواء منه العادات والتقاليد، إضافة إلى كون أننا بطبيعة الحال في مناسباتنا في أفراحنا هنا بهذه الجهة نعتمد هذه الطقوس. ومرحبا وسهلا بالجميع ومرحبا وسهلا بالقناة أيضا. مرحبا وسهلا، شكرا. السلام عليكم، معكم الأستاذة الغالية فندقمة من مديرية بوجدور. احنا اليوم هون في مديرية ديال العيون كاينه البطولة الوطنية لكرة القدم إناث اللي كتنظمها الأكاديمية الجهوية لجهة العيون الساقية الحمراء تنسيق مع الجامعة الملكية للرياضة المدرسية. كنرحبوا بجميع الوفود اللي جاونا ونقول لهم مرحبا وسهلا. والحمد لله الأجواء ديال البطولة دازت في أجواء زينة تبارك الله. وإن شاء الله بالنسبة للمقابلات غادي تبدا غدا الصباح إن شاء الله. وحظ سعيد للجميع ومرحبا بكم، مرحبا وسهلا. أخيرا مرحبا وسهلا بكم عندنا هون في الصحراء، ومرحبا بكم في العيون، مرحبا ومرحبا وسهلا وني بكم.